احنا دلوقتي مع اليهود في منطقة ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها، وادخلوا المسألة على أنها أمر ديني، ما تأخذوش على أنه أمر عربي ولا أمر سياسي ولا أمر حاجة، لا، ادخلوها إيمانيا إسلاميا، وذلك لا يكون إلا إذا كنا جميعا عبادا لله. فإذا كنا عبادا لله لن يتمكنوا منا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية قرآنية لا بد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها. ولو استمر الأمر بدون كرة من اليهود علينا ونحن قد تفصينا عن منهجنا وأصبح كل يتبع هواه، كانت القضية القرآنية ما تنفعش. يبقى لازم حصل كده، لازم يحصل كده، يبقى ثم رد. ولذلك بعض العارفين الذين نعتقد قربهم من الله حينما أخبرنا بأن اليهود دخلوا بيت المقدس سجد لله، فقلنا أتسجد لله على أن دخل اليهود بيت المقدس؟ فقال نعم، صدق ربنا، صدق ربنا، لأنه إذا كان يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، أيكون دخول ثاني مرة إلا إذا كان خروج أول مرة؟ يبقى لازم يحصل كده. فكأنه هو بيحمد ربنا على أن قضايا قرآنه الكونيات تؤكدها. ثم رددنا لكم الكرة، برضو جت الكرة، مش كمنهم يهود ما نديلهمش الكرة، لا، ده كمننا مش عبادة لنا جت الكرة. نعم، ثم رددنا لكم الكرة عليكم. الكلام اللي بيخاطب اليهود. وشوف الدقة بقى، وأمددناكم بأموال، مش كده؟ أغنياء قوي بتوع المال هم، وبنين، كلهم في الجيش، وجعلناكم أكثر نفيرا. كلمة أكثر نفير دي لو انت بقى تقعد تحللها بالكمبيوتر زي ما بيقولوا تقول يا سلام. ما هو النفير؟ اولا النفير هو ما يستنفره الانسان لنجدته لان قوه ذاته قاصره عن الفعل، تستنفره. طب وهم لهم قوه ذاتيه لوحدهم ولا وراهم؟ يبقى اكثر نفير ولا لا؟ لان وياهم اقوى الدولتين العظميين. يبقى امددناكم باموال، صح، وبنين، صح، وجعلناكم اكثر نفيرا. ثم بعد ذلك يحكم الله قضيته ويقول والله يا يهود ان احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها، وهل تستمر الكرة يا ربي؟ لا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، كأن ربنا ادانا بشارة اننا برضه ايه؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا. من اللي يسوء بقى؟ عبادا لنا، أكننا هنتنبه من الألم ونرجع عباد لله. وبرضه احنا نلاحظ كده ان البعث الإسلامي والوعي الإسلامي دلوقتي ابتدى. فلما هنكون عبادا لله نقول ايه؟ فإذا جاء وعد الآخرة بعد الكرة لكم ليسوءوا وجوهكم. أشرف حاجة فيكم إيه؟ الوجه. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الله، ده تاريخ واضح أهو. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. طب ده أنت في المرة الأولانية يا رب ما جبت سيرة المسجد ولا دخول المسجد. اقرأ كده: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. خلاص. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جاب سيرة المسجد. طب ما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. طب ده دليل على إن المرة الأولانية كان فيها دخول. أم قال لك ايوه، ما هو الدخول كان في الامتداد الاسلامي في عهد عمر لما دخلنا المسجد،
بس لما دخلنا المسجد مش نكاية في إسرائيل. ليه؟ لأن المسجد في أيامها ما كانش تبعها، لأنه كان تبع الدولة الرومانية، فدخولنا في أول مرة لم يكن نكاية فيهم، إنما هو جايب المرة الثانية اللي هتبقى مين؟ فإذا جاء وعد أخرى بعثنا وعد الآخرة بعثنا إيه؟ فإذا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه. يبقى الكرة هتخرجنا من المسجد، وده اللي حصل ولا لأ؟ الكرة اللي لهم خرجتنا من مين؟ لكن هيجي وعد الآخرة فنسوء وجوههم وندخل المسجد إن شاء الله كما دخلناه أول مرة. وجاء بالمسجد هنا ولم يأتي بالمسجد هناك، لأن دخول المسجد هناك لم يكن إذلالا لليهود، لأنه كان تبع المسيحية، تبع الدولة الرومانية. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا. الله كأن هتمر فترة يبنوا ويعلوا فيه، امال هنتبر ايه؟ ولا مش بيقولوا وليتبروا ما علوا؟ هنتبر اللي علوه، تبقى لازم تمر مدة يعملوا ايه؟ يبنوا. وهو ده اللي حصل ولا لا؟ وليتبروا ما علوا ايه؟ ما علوا تتبيرا. ان شاء الله احنا بقى في انتظار فإذا جاء وعد الآخرة، وانتظار وعد الآخرة في إذنه، ربنا عاملها وعد شرعي. إن عدنا عبادا لله كما كان في المرة الأولى سنسوء وجوههم وسندخل المسجد كما دخلناه أول مرة وسنتبر ما علوا تتبيرا. وقلنا من بعده أي من بعد موسى قلنا لبني ايه؟ إسرائيل اسكنوا الأرض. إذا سمعت واحد يقول لك اسكن يبقى يحدد لك مكان من الأرض، إنما يقول لك اسكن الأرض، طب ما هو قاعد في الأرض. إنما يقول لك اسكن مثلا بورسعيد، اسكن القاهرة، اسكن مصر، اسكن الأردن. فحينما يقول لك اسكن في كذا يبقى يحدد لك ايه؟ حدد لك مكان السكون. إنما يقول له اسكن الأرض يبقى معناها ايه؟ معناها انهم سيظلون مبعثرين مقطعين في الارض امما، فمش هيسكنوا في حته محدوده، ما يبقاش لهم وطن قوي. وده اللي كان كل بلد فيها ايه؟ فيها شويه، والبلاد اللي هم فيها شويه دي يشكوا بايه؟ باليهود، ويتقلبوا عليهم ويقوم عليهم ده يقتل فيهم. ولذلك يقول الحق سبحانه: واذ تأذن ربك اي اعلم، واذ اعلم ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. إذن هم هيفضلوا خميرة عكننة اليوم الإيه؟ هي خميرة عكننة، إنما خميرة إهاجة لمين؟ إهاجة للإيمان وإهاجة لمين؟ للخير. فإذا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وقد صدق، فإن الله قطعهم في الأرض إيه؟ قطعهم في الأرض أمما. طيب وبعدين اسكنوا الأرض، وهيفضلوا مبعترين كده ما لهمش وطن قومي. يقوم يجيب جنود من الجنود الباطل يقولوا لا نعمل لهم وطن قومي، ويبتدوا يعملوا وطن القوم هنا ولا اوغندا ولا مش، او يستقر على انهم يعملوا وطن في مين؟ في فلسطين، وعملوا لهم وطن. احنا بنظن ان دي نكايه فينا، لا، ان الله يريد حين يريد ان نضربهم الضربه الايمانيه من جنود موصوفين بانهم عباد لنا، ما يستطيعش الاسلام ان يجابههم في كل بلد من بلاد الدنيا، اي في الارض جميعها، نبعت شويه هنا وشويه هنا. لكن اذا اراد الله ان يضربهم الضربه يقوم يجيب في عندهم فكره التجمع. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي ايه بقى؟ ليسوءوا وجوهكم، اللي هي الاولى دي. فاذا جاء وعد الاخره يعمل ايه ربنا عشان يجي ليسوء وجوههم؟ جئنا بكم لفيفا، يعني جمعناكم في حته عشان تبقى الضربه موجهه لمين؟ لان الانسان ما يقدرش يواجه الايه؟ العالم كله، ويروح يعمل حرب في كل بلد لهم فيها ايه؟ جاليه، او لهم فيها حاره، او لهم فيها حي، او الى اخره. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي مين؟ اللي هي جت في الاولانيه، فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم. اذا ففكره التجمع اللي نادى بها بلفور وايدتها بريطانيا وايدتها امريكا وايدتها الدول كل المعاديه للاسلام دي عشان ايه؟ دي خدمه لقضيه الاسلام. ايه الخدمه؟ انه بعد ما كانوا مبعطرين يسكنون الارض جميعها ولا نستطيع ان نتتبعهم في كل الارض، يقول لأ نجيبهم لكم هنا كلهم. جئنا بكم ايه؟ فاذا جاء وعد الاخره اللي هي الاولى جئنا بكم ايه؟ جئنا بكم لفيفا.